يا صباح الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. يلا نصحى بدري ونتشجع ونخلص كل اللي ورانا. طبعا مش عايزاكي تنسي تسيبي الموبايل جنبك وتقومي تشوفي يلا شغل البيت بتاعك وتعملي روتينك العادي. والنهارده هنعمل روتين يومي من حياتي، وكمان هنعمل اكله جميله قوي كلنا بنحبها، وهي المحشي الكرنب. طبعا حبيت ان انا احاول قبل ما يمشي يعني. اول ما صحيت عملت فطار كده، شاي بلبن وكيك اللي احنا عملناها مع بعض. وصحيح بالمناسبه هطلع لكم دلوقتي صوره بنوته من طبعا من القناه عملت الكيك وطلعت حلوه عجبتها قوي، فمتشكره قوي انها عملتها ووثقت في الوصفه بتاعتي. يا ريت انتوا كمان لو هتطبقوا اي حاجه من وصفاتي تبعتولي على الانستجرام. فلو انتوا هتعملوا اي حاجه، طبعا الانستجرام بتاعي في التعليق المثبت وفي صندوق الوصف لو انتوا حابين تتابعوني وتتكلموا معايا على الخاص، فتقدروا تتابعوني هناك وتكلموني طبعا. مبدئيا كده حبيت اوريكم ان خلاص النهار طلع وخلاص بقى. قعدت زين كده قدام تعلم مع زكريا، حملت له كام فيديو من القناه دي عشان يبدا يتعلم كده الارقام والاشكال بتاعه الحيوانات. فانتوا ابدأوا كمان مع عيالكم. انا ابني ما شاء الله تبارك الله سنة و6 شهور، فببدأ معاه يعني ان هو يسمع اكتر مني ومن اللي حواليه، علشان يبدأ بدل ما يشتغل كرتون طول الوقت. هو ليه اوقات معينة في اليوم كرتون. فمن ضمن من ضمن الوقت دوت حبيت ان ادخله حاجة جديدة النهاردة. يلا بينا عشان نعمل المحشي. طبعا جبت الطماطم زي ما انتوا شايفين كده، هغسلها وهعملها قبل ما ابدا ان انا اقطع الكرنب. فانا حبيت اوازي ما بين الاتنين، يعني تكون الخلطه بتاعه المحشي جنبي بتجهز، اللي هو البصل مع الطماطم يعني الصلصه، وبعدين انا ابدا ان انا اعمل يعني الكرنب جنبها ان انا اسلقه. فبدات كده ان انا اعمل الطماطم بشكل سريع جدا علشان انجزه ما يبقاش متاخر عليا حاجه، وابدا ان انا اخلص بسرعه. طيب النهارده احنا هنتكلم عن معجزه الصباح اي معجزه الصباح الصحيان بدري. الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم عن الصحيان بدري في حديث من احاديثه الكريمه، وقال اللهم يعني دعا لأمته اللهم بارك لأمتي في بكورهن. الرسول عليه الصلاة والسلام دعانا في البكور اللي هي ايه؟ اللي هي الوقت الصباحي، الوقت البدري، الوقت اللي بيخلينا كده نصحى من التكتكة وتحت البطانية نصلي الفجر ونبدأ يومنا الطبيعي جدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى كمان قال في كتابه العزيز وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا. فالليل اول ما بيجي بعد العشاء كده ننام، نصلي العشاء ونخلص اللي ورانا وننام، ويبدأ تاني يوم على طول الفجر نبدأ نصحى ونشوف كل اللي ورانا. طبعا معجزة الصباح ده في كتاب اسمه معجزة الصباح، والكتاب ده اللي كتبه علشان بس نبقى المفروض نتكسف شوية يعني اللي احنا فيه ده. اللي كتبه تخيلوا بني ادم عادي، بس بني ادم اجنبي ما يعرفش حاجة عن احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، واحنا عارفين ولكن بنتكاسل ان احنا نصدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ونعمل بيه. تأكدوا ان ربنا يعني كتب لنا عمل لنا المصحف وعمل لنا القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام عمل لنا الحديث النبوي او السنة علشان نبدأ نمشي بيهم هما الاتنين، وما نغفلش ابدا عن اي دور من ادوارنا. فالمفروض ان احنا نعمل ده من غير اي كلام، من غير اي نقاش. ما ينفعش ان احنا نسيب نفسنا كده للصحيان متأخر وكمان النوم متأخر. خلاص المدارس دخلت، ومفروض ان الفيديو ده هينزل في اول يوم في ايام المدارس، يلا نشاط ويلا حيوية ويلا صحيان بدري تاني غصب عننا. فاحنا كان ممكن نصحى بدري على فكرة بمزاجنا، مش غصب عننا ولا حاجة، بس احنا دايما كده بنحب الزنقة. فايه رأيكم ان احنا نبدأ مع بعض سلسلة عادات جديدة كده نشتغل بيها انا وانتوا سوا، من ضمنها الصحيان بدري. ولكن مش طبعا يعني انا مش بقولك تصحي بدري الساعة 6 و7 طالما انت مش هتعملي حاجة في الوقت ده، او مثلا عندك طفل صغير زي زين مثلا استحاله تعرفي تصحي بدري كل يوم. دلوقتي كده انا حطيت زي ما انتوا شفتوا البصله، وحطيت كمان عليها توم سوري، حطيت البصل وحطيت الزيت. وهنا حطيت طبعا الحله اللي هعمل فيها وهسلق فيها الكرنب، وحطيت فيها معلقه ملح ومعلقه كمون علشان قولوا معايا علشان طبعا اللي ممكن يحصل من الكرنب انتفاخات في القولون وكذا، فاحنا ممكن يعني نقلل الموضوع ده شويه. فبدات دلوقتي ان انا اخد طبعا الصلصه بتاعتي او الطماطم بتاعتي انزلها كده. تمام.
علشان تتسبك جنبي قبل ما احط اي حاجه في الكرنب. بصراحه الطريقه دي انجزت معايا جدا، لان هو كان بيتسبك جنبي الصلصه وانا في نفس الوقت كنت بسلق الكرنب، فده وفر عليا وقت ومجهود كبير جدا. تعالوا بينا اوريكم اسهل طريقه لتقطيع الكرنب. سهله جدا الطريقه دي، وتقدري تقطعي بيها اي حجم من احجام الكرنب، وفي نفس الوقت سهله وبسيطه، وفي نفس الوقت مش هتهدر معاكي ورق كتير. فاول حاجه كده انا بساوي القاعده بتاعتها او بساوي البوز بتاعها ده، عشان تعرف كده تقعد على ظهرها زي ما انتوا شايفين هي التانية قاعده على ظهرها ازاي، عشان اقدر ان انا اقطعها. طبعا ممكن تاخدوا الطريقه دي، في كذا طريقه بصراحه، بس الطريقه دي انا شفت كذا حد عملها على اليوتيوب، فانا حبيت ان انا اخد منه الطريقه دي. ومن ضمنهم طبعا الجميله حبيبتي اللي بحب جدا ابص في قناتها كده واشوفها عامله ايه، هي قناه شيماء رسلان. انا بحبها جدا الانسانه دي، بجد بحبها جدا جدا، وبتابعها من بدري قوي قوي قوي، من بعد ما اتجوزت على طول يعني. اكتشفت قناتها بقى لانها اسكندرانيه وكده، اصلا هي عايشه في اسكندريه زيي، هي مش اسكندرانيه، هي عايشه في اسكندريه زيي. فبصراحه عجبني جدا المحتوى بتاعها، وكانت بتشجعني كتير قوي على ان انا اشتغل في البيت وانا تعبانه وكده. شايفين بقى الطريقه تعمل ازاي؟ بصوا بقطعها كده بطريقه متساويه، ببدا ان انا اقطعها كده 3 تنصوص، تمام يعني. بصوا بقطع كده الاول من الناحيه دي ومن الناحيه التانية زي ما انتوا شايفين، تمام، بتبقى متورقه زي ما انتوا شايفين كده. وابدا بقى ان انا امسك كل نص في اللي انا قطعته، او كل ربع من اللي انا ماسكاه دوت، ان انا اخلعه بقى منها هي ذات نفسها، ومن العمود اللي ماسكها اللي هو العمود، او مش عارفه اسميه ايه، هسميه عمود عشان مش بفهم قوي في الحاجات دي، بتاع الكرومبه. طريقه سهله وبسيطه ميسره جميله، وانا شفت شيماء رسلان بتعملها. الحقيقه انا دي مش طريقتي، عشان بس ايه نبقى حلوين مع بعض كده، دي مش طريقتي خالص، دي طريقه شيماء رسلان شفتها بتقطع بيها. شايفين عامله زي حته الجاتو بجد. هبدا بقى اطلع الباقيين كده واقطع كده على مهلي، وتخلي بالك من العروق عشان تقدري تكسبي اكبر قدر من الورق. وطبعا يا جماعه انا كنت بقطع باستعجال، لانه زين بصراحه يعني كان مبوظ لي خالص، وكان بيعيط، وكان كالعاده يعني، فكنت عايزه انجز. هتشوفوا طريقه التقطيع دلوقتي قدامكم. طيب بعدين عملت ايه؟ بعدين طبعا يعني هتشوفوا دلوقتي انا هقطع الاتنين، وبعدين هنزل بقى ايه، هبدأ اسلقه كده 3 4 5 دقايق كده في المية المغلية اللي هي بالكمون والملح. طيب انا عايزه اتكلم عن ايه، عايزه اتكلم في ان احنا ممكن نعمل عادات انا وانتو نمشي عليها سوا، وابدا انزلها في القناه اول باول، اللي انا بعمله لما بصحى بدري وايام الاجازه وايام وحاجات التنظيف وحاجات كتير. عندي افكار كتير، وعندي منتجات كتيره للتنظيف اقدر ان انا اعملها واصنعها معاكم، توفر علينا وقت ومجهود كبير، وكمان توفر علينا في الفلوس. ف ده اللي انا عايزه اعمله معاكم في القناه بصراحه. فانتوا لو حابين ننزل فيديوهات كده ان انا ابدا اتكلم معاكم عن كل عاده، هنشتغل ازاي في العادات دي ونبدا نعمل ايه بالظبط. انا مثلا نفسي ان احنا نبدا نشتغل على عاده الصحيان بدري. صحيان بدري نرجع لمرجعنا بقى. المقصود منه مش ان انت تصحي الفجر، تصحي 5 6 الفجر، لا مش المقصود منه كده ابدا. المقصود ان انت يعني تصحي قبل ما بتصحي بميعادك الطبيعي بساعه، تمام. طبعا زين مع صوته في الفيديو منور انا عارفه، فسامحوني لو هو عامل لكم ازعاج، فاكتبوا لي في الكومنتات وانا هحاول ان انا اسجل في وقت هو مش صاحي فيه. بس انا عشان ببقى دايما عايزه انزلكم باستمرار بضطر ان انا اسجل وهو صاحي. طيب زي ما بقول لكم كده، مش لازم تصحي يعني الفجر ولا تصحي من النجمه ولا اي حاجه، اهم حاجه تصحي في الوقت اللي انت فعلا عارفه هتعملي فيه حاجه مناسبه. يعني مثلا ما تبقيش معاكي طفل صغير نايم مثلا الساعه 1 2 3 بالليل، وتصحي الساعه 5 مثلا عشان تصلي الفجر تبتدي يومك، لا طبعا صعب وحرام. وانا مش هقدر اقولك تعملي كده، لان كده صراحه يعني مش صحيان بدري، انت كده بتهدمي الساعه البيولوجيه بتاعت جسمك، لان انت جسمك ما خدش كفايه من النوم ولا ارتاح كفايه. فانت لازم طبعا ترتاحي كفايه عشان تقدري تقومي تكملي اليوم بتاعك. وطبعا يومك هيكمل من ان انت تكوني نايمه كويس وتصحي تفطري كويس وهكذا. فخلينا ماشيين بحاجه بمرونه شويه. ايه المرونه؟ ان انا اصحى قبل ما بصحى في الطبيعي بتاعي قبلها بساعه. عندك طفل صغير رضيع، تاكدي انك لو صحيتي قبليه بساعه هتنجزي حاجات كتير. انا زين لما كان لسه بيرضع وكان لسه صغير عن كده، انا كنت بصحى قبليه بساعه، كنت بحاول ان انا
ابدا معاه ابدا يومي قبليه، لان ده كان بيساعدني جدا وكان بيوسع لي اليوم لقدر الامكان. في حاجات شويه حاجات مش هعرف اعملها، مثلا هيقعد يعيط عشان مش قدامه، بضطر ان انا اعملها وهو نايم. تمام. طيب دلوقتي انا بقطع الخضره. انا استخدمت خضره كتير بصراحه اكتر من الرز علشان اوفر في الرز، وعشان في نفس الوقت يكون حاجه صحيه، ما تكونش حاجه مليانه نشويات يعني، وتكون حاجه مثلا مش صحيه. فانا حبيت ان تكون حاجه صحيه اكتر. كمان خففت وقللت الملح فيه. كمان انا مش هعملها ولا بشوربه لحمه ولا بشوربه فراخ، انا هعملها بمرقه. يمكن دي مش افضل حاجه، ولكن ده غصب عني، انا مش عندي حاجه اسلقها بصراحه. انا ماشيه الشهر ده بسيط قوي قوي عشان الدنيا غاليه، وبصراحه انا مقاطعه الفراخ والبيض ومش بشتريهم. زي ما اقول لكم انا من الناس اللي مقاطعه، معرفش ان في حد مقاطع معايا ولا لا، وانا بناشدكم تقاطعوا معايا الفراخ والبيض لحد ما يرخصوا. لان انا شايفه ان في ناس بتعمل كده، بدليل ان انا لما بنزل في الاسواق المختلفه بلاقي ان الناس قاعده فاتحه يعني عامله الفراخ بتاعتها ومظبطاها ومحدش بيشتري. انا زعلانه عليهم والله، بس دوت احسن ليا، احسن لينا وليهم. الحاجه بتبقى غاليه عليهم وبتبقى غاليه علينا احنا كمان، فالوضع بيبقى صعب شويه علينا كلنا، والواحد مش هيبقى عارف ازاي هيقدر يواكب ما بين كل ده وده. فاهمين قصدي؟ فالحمد لله مفيش اي مشكله، بس لازم ان احنا نتكاتف مع بعض. فانا زي ما بقول لكم كده انا مقطعاهم، فشغاله بالطبيعي يعني، شغاله بلحمه مفرومه، شغاله بسجق، شغاله بكبده، شغاله بحاجات تانية مختلفه ومنتجات برضو يعني لحوم بس غير الفراخ طبعا وكده. طيب دلوقتي بقى هبدأ ان انا بعد ما الصلصة عندي اتسبكت كويس هنزل عليها الرز، وهنزل عليها البهارات بتاعتي، ملح وفلفل اسود وكمون، وكمان رشة النعناع الناشفة مهم جدا جدا. يكون عندك نعناع تفركيه عليها كده علشان الغازات ما تطلعش يعني ما تأثرش عليكي وانتي بتاكلي، وعشان معدتك كمان في ناس معدتها حساسة ما بتقدرش تستحمل الكرنب من غير اي حاجة ما تساعد المعدة كده انها تبقى كويسة. وبس، وهبدأ اروح احشي، لكن مش عارفة اوريكم طبعا وانا بحشي، بس هوريكم بعد كده الحلة هتبقى شكلها عامل ازاي، والاكل في النهاية هيبقى شكله عامل ازاي. طبعا انا زي ما بقول لكم هبدا اصحى معاكم. يعني انا امبارح بصراحه ما قدرتش، لو النهارده يعني ما قدرتش ان انا افضل صاحيه. فالنهارده ان شاء الله هنام، احاول انام على طول واصحى وما انامش تاني وانام بدري بعدين. ابدا ان انا اظبط يومي. هو في يوم يومين ثلاثه كده بيبقوا صعبين شويه، الناس اللي تصحى كمان بدري قوي آه، هيبقوا صعبين عليهم عشان هم لسه ما تعودوش، لكن بعد كده هتتعودوا وجسمكم هياخد على كده بكل سهوله. ليه لا؟ اوكي، هنصحى بدري نعمل ايه بقى؟ تصحي بدري تكتبي يومياتك، تصحي بدري تقراي قران، تصحي بدري تصلي الفروض اللي عليكي اللي فاتلك بقالها سنين وانتي لسه ما جربتيش ان انتي تعيدي الفروض دي، او ان انتي تعوضي الفروض اللي فاتتك. تصحي بدري ان انتي ممكن مثلا تتسحري، تصحي قبل الفجر فتتسحري عشان تصومي. تصحي بدري علشان تذاكري لو وراكي مذاكره، لو وراكي عزومه تحضري لها. اي حاجه اي حاجه في البيت ممكن تعملي. انت ممكن تصحي بدري تنظفي البيت كله وتحطي دوره الغسيل وتعملي كل حاجه، وابنك مثلا نايم في اوضه بعيده شويه عن المطبخ، وتبداي ان انت تخلصي كل حاجتك قبل ما هو يصحى. فلا، انت هتصحي بدري تعملي حاجات كتير قوي يعني. من جهه صحيان بدري، لا الصحيان البدري هتقدري تعملي حاجات كتير، بس اهم من ان انا انصحك تصحي بدري، انصحك ان انت تعملي روتين لما تصحي هتعملي ايه، علشان ما تصحيش على الفاضي وترجعي تنامي تاني. لما بتعملي الحركه دي انك تصحي وترجعي تنامي تاني، بتديه اشاره للمخ ان هو كده كده مهما يصحى هيرجع ينام تاني عادي، فما فيش حاجه مهمه هنقوم نعملها، فهيبدا يكسلك. لكن انت لو تشجعي نفسك من قبلها، هنفطر فطار مثلا، هفطر انا ان شاء الله هصحى افطر كذا وكذا وكذا، ان شاء الله انا هعمل حاجه يعني خلي ولو حاجه واحده بس في يومك محفزه. هجرب القهوه الجديده، اول ما هقوم هعمل فنجان قهوه حلو، تبداي تعملي الحركه دي. وده شكل كده المحشي بتاعي حلوين. طبعا الحله الصغيره دي انا وديتها لحماتي عشان وعدتهم بصراحه ان انا يعني انا كنت جايبه ليا واحده وهي واحده وبس. الاكل ده شكله، عملت بطاطس محمره بتنجان مخلل كده جنب الاكله، والحمد لله كانت اكله عظيمه جدا، طعمها حلو جدا جدا وشبعنا وانبسطنا. لو الفيديو النهارده عجبك ما تنسيش تحطي لايك للفيديو وتشيريه لكل صحباتك، واشوفكم على خير في فيديو جديد. اوعوا تنسوا اخر فيديوهين برشحها لكم هنا قدامكم على الشاشه، واشوفكم على خير يا حلوين، مع السلامه.